المسألة السادسة: في أي ليلة هي؟ يعني ليلة القدر في أي ليلة من السنة؟ الإجماع الذي دل عليه يعني القرآن والسنة أنها في رمضان، هاي أولا، لقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني القرآن نزل في رمضان. والله جل وعلا لما ذكر ليلة القدر قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا ليلة القدر من رمضان، إذا تجمع الآيتين، يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية ما معروف بأي شهر، لكن نعرف أنه رمضان أنزل بأي شهر، القرآن نزل بأي شهر؟ في رمضان. فلما تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن عرفنا الشهر الذي نزل فيه القرآن وهو رمضان. فقط في أي ليلة؟ في ليلة القدر. الآن ليلة القدر هل هي في الثلث الأول؟ هل هي في الثلث الوسط؟ هل هي في الثلث الأخير؟ أكثر الأحاديث بل غالب الأحاديث أنها في العشر الأواخر، أنها في العشر الأواخر من رمضان. من العلماء من قال في الواحد، ومن العلماء قال في الثالث والعشرين، وفي الخامس والعشرين، وفي السابع والعشرين، وكل ذلك وردت فيه أحاديث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يذكر العلماء ومنه ابن حجر وغيره الأحاديث التي وردت في بيان ما هي الليلة التي تكون فيها ليلة القدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، حديث صحيح، في العشر الأواخر. قال: التمسوها في العشر الغوابر، أيضا يعني الأواخر. كذلك ورد في حديث أن ناسا أروها في السبع الأول، في السبع الأول من العشر الأواخر، وأناس في السبع الأواخر، وناس في السبع الأواخر. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: تحينوها، أي يعني تحروها في العشر الأواخر، وقال في التسع الأواخر. وكذلك ورد حديث قال: تحروها في الوتر، هذا تخصيص، يعني هذا توضيح أكثر. يعني الحديث الأول العشر الأواخر، هذا الحديث في الوتر، 1 3 5 7 9، في الوتر من العشر الأواخر. وفي حديث قال: تمسوها في العشر الأواخر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. كذلك ورد: التمسوها في 9 و7 و5، في 9 و7 و5، يعني الليالي الوتر من العشر الأواخر نعم. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر وأني أسجد على ماء وطين، وكان ذلك في ليلة 21، في ليلة 21، حديث البخاري. وفي رواية أيضا: أريت أسجد بماء وطين في ليلة القدر، وحدث ذلك في ليلة 23. فلذلك كان بعض الصحابة يذهب أو بعض العلماء يذهب على أنها ليلة 21، وبعض العلماء بل بعض الصحابة يقول هي ليلة 23، ليلة 23. ثم أيضا جاء التأكيد في بعض الأحاديث على ليلة 27، حتى كان بعض الصحابة يقسم أنها ليلة 27. فإذا الذي يريد يعني أن يجتهد يتحرى العشر الأواخر كلها،